صباح الخير، مساء الخير، كل الخير علينا جميعا يا رب. اهلا بكم في حلقه جديده من كلام رجاله. النهارده بقى انا معايا ضيف عزيز جدا عليا، اعرفه من زمان جدا، وانا بقى ايه مش هقعد ارغي عنه كتير. انا احب جدا ان هو يدخل على طول معايا. منير الشاذلي. منير انا اعرفه من زمان، من ايام الروتراكت، ومنير من الناس الفنانه جدا، مصور جميل جدا جدا جدا، ودخل في اللايف كوتشنج والمعالج النفسي. فانا الحقيقه كنت حابه قوي ان منير يبقى معايا النهارده في الحلقه بتاعه كلام رجاله، واسمع رايه بالبروفيشنال في موضوع الرجاله عايزه ايه وبتدور على ايه والكلام ده كله. فانا مستنيه بس منير يدخل في اللايف ونبتدي نتكلم على طول. صحاب كتير جدا، ناس كتير جدا تعرف منير. من الشخصيات العاقله كده، الحكيمه، هادي جدا وما بيفتيش. ده احلى حاجه في منير الحقيقه طول عمره. من الناس اللي يعني انت بتتكلم معاه وانت عارف انه هيقول لك رايه بامانه وبحكمه و وثينك ان جود مورنينج. يا جود هلا يا افترنون. هلا. يا هلا يا هلا، منورني اولا. ده نورك انتي. ربنا يخليك. لسه كنت بقول منير احنا اصحاب من زمان جدا، من ايام الروتراكت، بقالنا سنتين ثلاثه، انا هما سنتين ثلاثه. حاجات صغيره. ولسه كنت بحكي انه انا يعني I'm very يعني happy و honored ان انت معايا النهارده، لانه احنا بقالنا كام حلقه بنتكلم في كلام رجاله على الرجاله عايزه ايه والريليشن شيب، سواء ارتباط او جواز او whatever، من وجهه نظر الرجاله. بس النهارده كمان بما انه انت بروفيشنالي في المجال وليك خبره وبتشوف الناس ان جنرال، اكيد هيبقى ليك راي تاني مهم بالنسبه لنا. الرجاله عايزه ايه يا منير؟ يعني انا اعتقد ان الناس كلها people in general عايزين يبقوا مستريحين، يبقوا في حاجه مريحه بالنسبه لهم. اوكي. اعتقد ده اهم حاجه في اي علاقه في الدنيا، هي فكره ان الناس تبقى مستريحه. في وجهه نظري الراحه دي حاجه مهمه، والحاجه التانيه ان اي علاقه تبقى فيها الكاباسيتي ان الشخص يكبر، ان الشخص يتطور. اها. يعني سواء رجاله او ستات. يس. فلو انا في علاقه حاسس فيها ان انا مش مستريح، مش قادر اكون على طبيعتي، او مش قادر اكون نفسي، او لو انا في علاقه حاسس ان انا فيها محكوم، سواء كراجل بيقول لي بقى الست اعملي ما تعمليش، روحي ما تروحيش، وكلام زي كده، او لو واحده ست حاسه ان هي دوشه الراجل all the time، فهو مش قادر يتطور او يحس بان هو عنده مجال for development، يبقى اكيد العلاقه دي مش مريحه. تمام. اوكي. فيري جود. عشان ما نوصلش او عشان نوصل للراحه دي، في رايك و و بروفيشنالي والبيرسونال، في حاجات لازم يتفقوا عليها من الاول، يعني ما نسيبهاش يعني في، يعني مثلا من الحاجات اللي انا بشوفها دايما مهمه واعتقد انها بتعمل كلاشز ليتر اون لان ما بيفكروش فيها او مش كتير. يعني في ناس فعلا مش عايزه تخلف، وفي ناس عايزه تتاخر في الخلفه، وفي ناس عايزه تخلف على طول. مثلا as an example، يعني ايه حاجات تانية لازم يتفقوا عليها او يبقوا عارفين اتليست راي بعض فيها قبل الجواز او قبل الارتباط الاوفيشال يعني؟ بصي، انا هرد عليكي على السؤال ده، بس انا متخيل ان الاحسن او يعني الاهم ان احنا اه. نعرف احنا ليه اصلا الناس بتختار بعض. هو اه. اصلا بصفه عامه on a conscious level كل الناس بتبقى فاكره ان انا شفت داليا دي جميله، هي ماي سول ميت، مفيش زيها في الدنيا، شاكرين. والحب ربنا يخليك. ضرب في قلبي والحاجات دي. الفكره ان احنا in general we attract الناس عشان داينامكس ليها علاقه بعلاقتنا بابونا وامنا في البدايه. يعني بصفه عامه اوكي. لو احنا مش مستريحين في علاقتنا مع ابونا وامنا، هي بتبقى عامله زي الدور الاولاني كده. فلو اها. انا مثلا، انت let's say مثلا انا كراجل، لو انا في علاقتي بامي في حاجه that's missing، اها. فجنرالي سبيكينج هبقى دايما حاسس ان في حاجه ناقصاني. alright. اوكي،
فلما اجي ادور على واحده ست غالبا هبقى بدور على حاجه on a conscious level تعوضني عن whatever that I perceived as missing في علاقتي بامي. اوكي من مستوى بقى الانكونشس اللي هو معظم الناس بتاخد الديسيجنز دي، بيبقى دايما احنا بنأتراكت في حياتنا ناس ليهم علاقه مباشره بالداينامكس اللي بيننا وبين اهالينا اللي احنا فيه عندنا معاهم مشاكل فيها. فيوجولي اند اب ان انا بأتراكت حد، انا مثلا عندي مشكله مع امي فأتراكت واحده فيها صفات كتيره من امي. في الاول ما تبقاش باين ان هي شبه امي، يبقى انا متخيل ان هي الله دي عكسها خالص، بس بعد كده لما اقرب منها او اتجوزها اكتشف ان هي نسخه طبق الاصل من امي، او العكس. او عندي مشاكل مع بابايا، مثلا بابايا عصبي فاتجوز واحده عصبيه، او لو انا مثلا حاسس ان انا مثلا مامتي ما كانتش بتديني مشاعر فادور على واحده، this is on a non-conscious level، ادور على واحده ما عندهاش برضه غزاره في المشاعر عشان لما ارتبط بيها تديني الجراتيفيكيشن اللي انا ما خدتوش من امي as a child، ان انا ما خدتش المشاعر دي. فاحنا مشاكلنا بصفه عامه بدايتها بتبقى ليها علاقه بعلاقتنا باهالينا، هل احنا مستريحين معاهم ولا لا. ولو احنا مستريحين معاهم ان جنرال هيبقى اختياراتنا بعقلنا الواعي اسهل. لو احنا مش مستريحين معاهم هيبقى اختياراتنا كلها بالعقل الباطن، وعقلنا الواعي بس بيقول لنا بيأيد في الموضوع ده ويحطه في شكل بقى سول ميت، في شكل شخص شفته بدور عليه من زمان، في واحده طول عمري بحلم بيها ان هي عشان بره مصر عشان انا ما بحبش الستات المصريات، او ان راجل اجنبي وعنده اوبن مايندد عشان خاطر الرجاله المصريين كلهم مقفلين. بس هو الحقيقه هي داينامكس، هي علاقه باهالينا في البدايه. اوكي طب that's very important point. طيب عشان بقى العلاقه تبقى سويه او تنجح as much as possible، ايه البوينت اللي لازم يتكلموا فيها openly ويتفقوا عليها قبل الجواز؟ عشان احنا الحقيقه بيبقى عندنا كده سكه تجميل، سكه احنا بعد الجواز هنغير بعض، يعني حاجات اللي كلها زي ما انت عارف انها كلها خرافات فلزعيه يعني ما بتحصلش. فايه يعني في مين بوينت الناس لازم تبقى متفقه عليها صراحه وبوضوح قبل ما يتجوزوا؟ ايه هم بصي هو in your point of view؟ بصي ان جنرال العلاقات مبنيه، العلاقات اللي بين الكابلز مبنيه على الجيفنج اند ريسيفنج. ده بيدي ودي بتاخد ودي بتدي وده بياخد. طول ما الريليشن شيب دي الجيفنج اند ريسيفنج فيها في بالانس، فالعلاقه دي عندها احتماليه انها تستمر وتتحسن. بالانس مش معناها ان انا بديها اللي هي بتدهوني، لان ده بالانس معناها ان هي بتديني حاجات انا عايزها وانا بديها حاجات هي عايزاها. فطول ما انا بديها حاجات اللي هي عايزاها وهي تديني الحاجات اللي انا عايزها، العلاقه دي عندها potentiality of growth. اللي بيحصل بقى ان ممكن انا ابقى متخيل ان انا بعمل اللي عليا وبديها الحاجات اللي هي عايزاها، بس هي الحقيقه مش عايزه الحاجات دي. يعني انا عامل نفسي انا بديها security وبديها واسمه ايه ده I'm very understanding والكلام ده، وهي عايزه دباديب وفلوس مثلا. فان ذات سنس اللي انا بقدمه مش اللي هي عايزاه. وممكن تكون هي شايفه ان هي بتلعب دور وبتاخد بالها مني والكلام ده، وايفن حتى she's acting like a mother which is مشكله في العلاقات. وانا مش عايز كده، انا عايز واحده تدلعني او عايز واحده تبقى حنينه معايا او الكلام ده. فin that sense it's very important في العلاقات ان الناس تبقى very clear and to communicate what they want من بعض في العلاقات دي. ساعات بيبقى فيه الاجريمنت دي بتبقى explicit، ان احنا بقول لك والله يا داليا انا عايز منك كذا 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 في العلاقه، وفي احيان كتيره بتبقى implicit. بس مشكله الامبليسيت ان بيبقى فيه تصور ان الطرف الثاني عارف عارف انا عايزه ايه. فطبعا ده اللي هو الكلام بتاع لو كنت مهتم كنت عرفت، او اصل هي اكيد هي فاهمه انا عايز ايه بس هي مش عايزه تعمله. الكلام ده مش حقيقي. مفيش حد ربنا بعته عشان يبقى مركز معانا احنا بس عشان يلبي لنا طلباتنا. ده كلام اطفال صغيرين، يعني مش كلام ناس عاقلين او كلام ناس بالغين. بالظبط. فان جنرال الكوميونيكيشن از امبورتنت، بس في حاجه ثانيه غير الكوميونيكيشن. غير الكوميونيكيشن المهم ان انا دلوقتي انا قلت لك يا داليا مثلا انا عايز منك في العلاقه دي 1 2 3. ليتس سي انا قلت لك يا داليا عايزك انت مثلا طولك 160 وقلت لك يا داليا عايز يبقى طولك مترين. You cannot do that. فان ذات سنس انا اعوز اللي انا عايزه. اكزامبل يا منير هرد عليه بعدين. اتفضل
الحاجات الامبوسيبل يعني. فانا بس قصدي ان فكره ان انا عايز حاجه لا تعني ان الطرف الثاني في المطلق هيعرف يديهاني. لازم اكون انا ماي نيدز لازم تكون النيدز دي اول حاجه ريزونبل بالنسبه لي وبالنسبه للشخص الثاني، والحاجه الثانيه لازم اعرف ان الناس عندها كاباسيتي. فاحنا دلوقتي انا هنا وعايزك تجي لي، بس انت ممكن تجي لي لغايه هنا، ما ينفعش تجي لي لغايه هنا. فان ذات سنس لازم يبقى الكوميونيكيشن بتساعد على الحل، انما مش هي الحل. الحل ان انا برضو اشوف الشخص الثاني الكاباسيتي بتاعته عامله ازاي، and based على كده I either accept داليا زي ما هي او اقول لا. انما لو انا عايز داليا، انا بقول ان انا بحب داليا بس انا عايز من داليا 1 2 3 4 اللي هم اصلا مش فيها، فالحقيقه انا ما بحبش داليا، انا بحب صوره في دماغي وعايز اجيب داليا اروح زائقها جوه الصوره دي which is not true. بالظبط. طيب وفي حاجه ثانيه على الموضوع ده برضو، فكره الفاليوز. I think it's very important to share similar values في الحاجات الاساسيه اللي هي الحاجات احنا عايزين ايه من العلاقه. الانتنشن بتاعنا من العلاقه مهم قوي، لان في مثلا ستات بتيجي مثلا تقول والله انا عايز اتجوز عشان اخلف، زي ما انت لسه قايله. فلو هي عايزه تتجوز عشان تخلف دلوقتي، هي لو هي اتجوزت وخلفت، العلاقه دي ما بقاش فيها انرجي تو كونتينيو، لان هي العلاقه هي جابت منها اللي هي عايزاه. فان ذات سنس الراجل هيحس ان هو بقى كم مهمل والتركيز هيبقى مع الاولاد. او الراجل يقول انا عايز واحده مثلا تدلعني عشان انا حاسس ان انا كبرت فعايز واحده صغيره. فان ذات سنس لو هو اتجوز واحده اول لما سنها هيزيد شويه يبقى العلاقه دي انتهت، لان هو بالنسبه له الانتنشن بتاعه من العلاقه اكتمل في الوقت ده. عشان كده الفكره بتاعت ان الواحد يبقى داخل بانتنشن عامل ازاي. وكمان وده كونسبت انا بحبه بره، فكره رينيوينج الفاوز. ان انا ممكن يكون عندي انتنشن وانا داخل العلاقه ان انا مثلا عايز حاجه معينه، وبعد كده انا اتغيرت او شخص تاني اتغير، فاقول له والله بص دلوقتي في الوقت الحالي اللي انا عايزه كذا كذا كذا، can you provide it او لا. if you can provide it then الحياه عظيمه، if you cannot provide it then الحياه دي مش هتستمر. او نبقى عارفين على الاقل عارفين and if we want to keep going it's a choice. بالظبط. مش والتشويسز دي مهمه قوي. يعني احنا الفكره ان دايما الناس، يعني لما احنا بنتكلم على، يعني انا دايما بتكلم على فكره الحب الغير مشروط. الحب الغير مشروط ده هايل، بس العلاقات دايما مبنيه على النيد اللي هي شرطيه. العلاقات الحب الغير مشروط ظريف، بس الحب الغير مشروط ما يبنيش علاقه. اللي بيبني العلاقه هو النيدز اللي بيني وبين الشخص التاني. هل هو بيديني الحاجه اللي انا عايزها، وانا بديله الحاجه او بديها الحاجه اللي هي عايزاها. اذروايز العلاقه دي مش هتستمر، او هيحصل فيها ديفيشنسي، فهبتدي انا ابص بره على واتس ميسنج وهي تبص بره على واتس ميسنج. اوكي. طب يبقى in this case بقى يبقى honestly الناس they should sit together في الاول كده ويتناقشوا مع بعض برضو في موضوع ال 5 languages of love. I agree. اللي هو يعني لا بس انا to be honest معلش انت بتشوف يعني ناس كتير وعقليات مختلفة. honestly كده بأمانة يعني الرجالة المصريين يعني ايه النسبة فيهم اللي لما تقول له تعالى نقعد نتكلم على ال 5 languages of love مش هيتريق عليها ويطلقها تريقة على ال 5 languages of love. honestly انا يعني بتكلم من تجربتي في وسط البشر. انا ما اعرفش، انا مش بتهم حد، انا بتكلم from my experience من الصحاب والقرايب. يعني how would they perceive يلا نقعد مع بعض نتكلم ايه languages of love بتاعتي وايه languages of love بتاعتك. بص في حاجه بس you need to understand. اول حاجه طبعا ان الستات في المجتمع بتاعنا هم اللي more likely ان هم يشتغلوا على نفسهم اكتر من الرجال. وده مش بسبب بس ان الستات هم اللي more عندهم in touch with their softer side، كمان ان الرجاله من هم صغيرين اتعودوا ان هم they do not get in touch with their emotions. يعني حتى ليا فيديو عامله على الشانل بتاعتي، انا معظم الفيديوز اللي انا عاملها كلها رايحه ناحيه supporting الستات. بس في فيديو عامله مش فاكر اسمه بالظبط، اعتقد كنت مسميه حاولوا تفهموا الرجاله او العالم الخفي للرجال، حاجه زي كده. we need to put بعد اذنك اللينك بتاعت your channel please later on and all the things عشان لما next، لان I know ان you have very very informative and very interesting videos، فهيبقى حلو ان نكمل. no seriously. طيب
طب كنت بتتكلم بقى على الرجاله. فالفيديو ده بيتكلم على العالم بتاع الرجاله اللي الستات غالبا مش فاهمين ان هم ما مروش بيه، زي ما انا عمري ما هقدر اقول ان انا مريت بكل التجارب اللي الستات مرت بيها. يعني على الرغم ان انا عندي كلاينتس كتيره بيجوا يتكلموا معايا، انها في النهايه انا مش ست. ففي تجارب انتوا مريتوا بيها انا مش هعرفها، ممكن اعرف عنها بس انا ما مريتش بيها نفسها. وفي تجارب الرجاله مرت بيها الستات ما بتبقاش عارفاها، لاسباب من ضمنها ان الرجاله اصلا are not taught to be expressive. فهو اوتوماتيكلي they're not in touch with their feelings. انا لما بيجي لي كلاينتس بشتغل معاهم usually they're not in touch، يعني كتير رجاله كتيره ما تبقاش عارفه تقول هي متضايقه ولا عندها غضب ولا عندها sadness. هم عندهم حاجه مش مريحاهم، بس الديفينيشن ده مش سهل على رجاله كتير. فان ذات سنس لو الست جت قالت له عايزين نتكلم على the way that you express your love، هو بالنسبه له in general في لغات هو مش فاهمها قوي لان هو he was not taught ان هو يتكلم عنها. وده علشان كده حتى في امنيه كاتبه ان it takes this takes people who understand themselves. usually لما الناس بتجيلي انا I never do couple therapy. انا دايما لما بيجي لي ناس عندهم مشاكل يعني couple، بقول لهم انا هشتغل معاكم انتوا الاثنين، انا هشتغل كل حد لوحده. وعن طريق understanding نفسك ساعتها هتشوف انت العلاقه دي انت عايز تكمل فيها ولا لا، وهتشوف هل انت الشخص ده مناسب ليك ولا لا and vice versa. لو انت فاهم نفسك هتبقى فاهم انت عايز ايه، انما لو انت مش فاهم نفسك اوتوماتيكلي هتبقى ماشي مع الهيرد، الناس رايحه في دايركشن وانت ماشي فيه. دلوقتي المفروض تتجوز فاتجوزت، المفروض تخلف فخلفت، المفروض تدخل عيالك المدرسه تدخلهم مدرسه. and in that sense you're not happy, you do not feel that you want to take care of your children. يعني في رجاله كتيره مثلا عندهم المشكله دي ان هو خلف عشان المفروض ان هو يخلف، بس هو in general he does not want to be a father. او ستات نفس الموضوع، يعني غريزه الامومه بتتحرك عن الست طبعا اسرع عشان خاطر تبقى حامل والكلام ده، بس ستيل في ستات بتخلف وبتبقى بالنسبه لها I would rather not be في المكان ده، I would rather go fishing زي ما بيقولوا. فin that sense it's very important ان الواحد يبقى فاهم اصلا هو عايز ايه and based على كده يبتدي بقى يشوف هل الشخص التاني ده هيفت في الحاجات اللي هو عايزها ولا لا. بالظبط. طيب انا عارفه احنا متفقين على 10 to 12 minutes maximum، فانا هسألك اخر حاجه لان انا I'm very very happy ومبسوطه جدا جدا بالوقت بتاعنا ده بجد. انا كمان وفيل فري يعني ممكن نزود شويه لو انت عايز. حلوين. اوكي سؤال تاني very important. احنا برضو اتعودنا في الكالتشر بتاعتنا انه احسن انه الراجل يتجوز بدري، يجوزوه بدري عشان يتلم، يجوزوه بدري عشان مش عارفه ايه. بالتجارب وبالريت بتاعت الديفورس اللي بقت عاليه والكلام ده كله، انت من تجاربك ومن الاكسبيرينسز اللي انت بتشوفها والكلام ده كله وظروف المجتمع، انا ما بتكلمش بس على الظروف الماديه، انا بتكلم على ظروف البريشر والكلام ده كله. is it still valid انه فعلا احسن انه الراجل، انا بتكلم برضو على الراجل مش البنت in particular، انه يتجوز بدري، ولا يعني محتاج انه لا يعدي في حاجات في الحياه عشان يعرف عايز يبقى اب ولا لا، عايز ايه في الجواز، ولا it doesn't make a difference؟ بصي انا وجهه نظري ممكن ما تعجبش ناس كتيره. انا وجهه نظري في البدايه ان لازم مش بس الرجاله، يفضل الرجاله والستات يعيشوا لوحدهم قبل ما يتجوزوا. ليه؟ لان احنا في المجتمع بتاعنا احنا مجتمع بيميل ان هو بيبقى بروتكتيف شويه، فبتلاقي دايما وخصوصا الرجاله بيبقوا بصفه عامه متدلعين شويه في الاسره وطلباتهم مجابه والحاجات دي، فهو نفسه ما بيبقاش فاهم حاجات عن المسؤوليه. يعني هو صغير مامته واخده بالها منه ساعات، حتى في كالتشرز مختلفه بتلاقي اخواته البنات بيخدموا عليه، بتلاقي ان هو ان جنرال طالع هو الحياه مهيئه له، فهو اصلا هيز نوت ريدي تو كاري ريسبونسبيلتي ان هو اصلا طالع حد واخد باله منه. and same goes الست فكره ان هي لما بتعيش لوحدها بتبقى فاهمه ان هي مش محتاجه ظل الراجل عشان تتسند عليه. يعني برضو فكره ان انا ابقى عارفه ان انا ككاركتر I do not need a man in my life عشان to fulfill my image، دي حاجه مهمه جدا. وفي وجهه نظري لما الرجاله بتعيش لوحدها والستات بتعيش لوحدهم شويه، وخصوصا الرجاله
بيفهموا حاجات عن نفسهم. يعني فلما بيبقى فاهم حاجات عن نفسه بيبقى عارف هو عايز ايه ومش عايز ايه، لان هو ممكن يبقى طالع ببريسبوزيشنز معينه او preconceived ideas جات له من التربيه بتاعته او البيئه اللي هو او البيرز بتوعه في المجتمع، بس هو مش كده، فهو محتاج ان هو يعرف هو عايز ايه ومش عايز ايه، وباذن على كده يقرر. انما زي ما انت قلتي يعني فكره جوزوه عشان يتعدل، يعني ده زي ما يكون بالظبط الشخص ده مريض فانا هنجوزه واحده هتبقى هي مسؤوله عن انها تعالجه. هو الحقيقه it doesn't work this way، يعني فاهمه؟ والكلام ده والكلام ده حتى مش بيتقال حتى في الكونتكست بتاع الرجاله بس، بيتقال ان مثلا لو حد عنده مثلا اضطراب عقلي معين او كده يقول لك ده ان شاء الله لما اتجوز هيبقى كويس. يعني ايه لما تتجوز او هيتجوز يبقى كويس؟ هو يعني هو محتاج يتعالج. هو مش في فرق كبير قوي بين البارتنر شيب وفكره ان انا حد ياخد باله منه. يعني انا كتير مثلا بيحصل ان بتلاقي الست وهي بتجوز ابنها بتروح لمراته او يعني مراته تو بي وايف تو بي وتقول لها خلي وتقول لها خلي بالك منه، تقول لها اسمه ايه ده، يعني بيبقى فيه كده شعور ان هو هيخرج من نطاق الدلع او نطاق ال البروتكشن هنا البروتكشن بتاع امه، ومراته المفروض هي بقى اللي تاخد الدور بعدين. بالظبط. بنعمل له ترانسفير اوف اكزاكتلي. responsibility taking. بالظبط. فعشان كده المرحله اللي في النص بتاعه ان الراجل يعيش لوحده هتبقى مهمه جدا، لان هو ساعتها بيكتشف ان هو عنده مشاكل محتاج يبص عليها الاول. يعني هو طبعا انا فاهم عشان المجتمع بتاعنا وفكره الاخلاق والدين وكده، وفكره ان هو يعيش لوحده عشان ما ينحرفش والجو ده. انما الحقيقه هو فكره ان هو يعني ان انا احميه من حاجه فادخله في حاجه تانية تعمل عيله كلها عندها dysfunctionality. it's much worse than ان هو لوحده. حتى لو انحرف، لو احنا افترضنا ان ده انحراف، ان هو بس يبقى فاهم هو فاهم بيقول ايه، او يبقى فاهم هو عايز ايه. يعني ما نربيه على كده بالاول على فكره، لو احنا مش عايزين ننحرف ما نربيه بالمناسبه يعني. ايوه يعني احنا لو ربيناه مش هينحرف. ما هو بصي بقى، هو برضو خلينا عشان احنا مش عايزين نظلم حد، بس هو الدينامكس بتبقى عامله ازاي في المجتمع بتاعنا. غالبا الرجاله متدلعين، الدلع ده على غير ما ناس كتير فاكره، هو الدلع ده ليه كوست عالي جدا. الطفل المدلع هو طفل عليه اكسبكتيشنز عاليه من اهله، لان nothing comes as a free lunch. انا دلوقتي بعمل لك حاجات كتيره كبيرنت اكتر من اخواتك، فلازم هيبقى اكسبكتيشنز بتاعتي عليكي هتبقى اكتر من اخواتك. اوكي؟ فالطفل المدلع بيبقى طفل عليه اكسبكتيشنز معينه. وغالبا الطفل المدلع بيبقى مدلع عليه عشان الام مامتها كانت مدلعه اخوها الراجل اكتر منها، فالام كانت متغاظه، فلما جت تخلف هتتجوز اول حاجه زوج هيبقى عندها معاه مشاكل في معظم الاحيان، فتيجي تخلف وتقول ده الولد اللي طلعت بيه من الدنيا، لان هو لا مامتها نصفتها ولا جوزها نصفها، فالولد ده فهتحط عليه اكسبكتيشن وتدلعه، فالولد هيطلع ما عندوش تحمل مسؤوليه. فبعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتيجي واحده ثانيه تتجوزه ونكرر التجربه تاني. فهي القصه بدايتها ان الست نفسها يبقى عندها امباورمنت كفايه، وتعرف ان هي مش محتاجه تتسند على راجل يبقى هو الراجل بتاعها، لا جوزها ولا ابنها طبعا ده مش دوره خالص، والحقيقه ولا دور جوزها. يعني هو جوزها العلاقه بينهم ريسيبريكيتد، مش علاقه ان انا جوزي ياخد باله مني برضه. هو اللي بياخد باله من الشخص هو ابوه وامه وهو صغير، ولما يكبر هو المفروض يخرج من تحت هذه العباءه ويبقى شخص مسؤول ويتعامل مع شخص تاني مسؤول، مش شخص غير مسؤول بيتعامل مع شخص تاني غير مسؤول وكل واحد فيهم عايز ياخد باله من التاني. فاهم قصدي؟ وخلفوا لنا زيبلينجز مش مسؤولين اطلاقا. بالظبط. فدي مشكله كبيره جدا يعني. this is very true. طيب يعني انا هتطرق لحاجه كوميديه سيكا كده، معلش على اللي انت بتقوله. شوف احنا بنتكلم في ايه ويطلع لنا في الاعلام كائنات، مش هنجيب اسامي حد، ويقول لك الفرعون الصغير والفرعون الكبير، وخلي بالك من اخوكي وامتعي مش عارفه ايه اللي بتاع، واخوكي ما يعملش. ما هو احنا كمان معلش طارق، احنا فعلا وي ار يعني احنا في مجتمع كل ما نحاول نزق ونطلع من الحته دي يطلع لك حاجات كائنات تانية تزقك لتحت وتصر على ازف. يعني اللي انا عايزه اقوله ازف انه
لا هو المجتمع الذكوري ده مصر انه يفضل بهذا الشكل، فاهم قصدي؟ يعني كل ما تحاول تبقى انت يعني عايز انه يبقوا دول اتنين اندبندنت، ويا سيدي ايها الطفل الراجل يا جماعه علموه ان هو يعبر عن الايموشن بتاعته، وخلوه ان هو يبقى بني ادم، يبقى يعني كوميونيكيتيف وكل الكلام ده، يطلع لك كائنات تانية تبوظ لك اللي انت بتحاول تعمله يعني. والمصيبه ان في ناس they accept and they agree، فاهم قصدي؟ احنا كنا بنحاول نطلع. جو اهيد. بصي انا وجهة نظري طبعا يعني هي القصة هنا البداية من الست ان هي الحاجات اللي اتحطت في دماغها عن نفسها وعن احتياجها الشديد للراجل، والامثال بقى بتاع الراجل ورا ظل الحيطه والحاجات الكتيره اللي بتتقال ان دايما الست محتاجه راجل في حياتها دي، لما الستات تيجي تغيرها، بس مش تغيرها بانها تكون فيمينست وبتزق الرجاله بعيد، هو تغيرها تكون لا زقهم ولا قربهم. يعني الفكره ان انا ابقى عارفه ان انا اندبندنت، انا مش محتاجه حد يعمل لي فاليديشن. لما ده بيتغير، وده اللي يوجولي لما بشتغل مع كلاينتس او كده، او حتى لما بعمل فيديوز، بيبقى الهدف الاساسي منه هو كده، ان الست تحس ان هي عندها هير اون امباورمنت. لما تكون عندها امباورمنت، طبعا الرجاله، ده وجهه نظري برضو اللي غالبا الناس كتيره ما بتحبهاش، انا في رايي ان الرجاله، الست كائن very sophisticated، وان جنرال مش عايز اقول اخطر، بس هي اقوى من الراجل. بس القوه اللي هي يعني ايه؟ يعني انا متخيل ان الرجاله فكره ان هم دايما عايزين يزقوا الست لتحت، ده خوفا من الست مش خوفا عليها، لان هم عارفين لان يوجوالي الشخص اللي بيبقى مستريح بيبقى عايز البارتنر بتاعه يبقى كويس. يعني لو انا مستريح، حتى لو احنا اصحاب، لو انا مستريح هبقى عايزك تكوني مبسوطه، هبقى عايز، فاهم قصدي؟ وهبقى مبسوط لك لو انت if you're evolving. انما فكره ان انا عايز ازق الست لتحت على طول، ده ليه داينامكس كتيره، one of them particularly طبعا فكره ان انا خوفا من الست لو بقت هي المسيطره، ان الرجاله اضعف، لان الرجاله ككائنات بصفه عامه زرايرهم اقل بكتير من الستات. ف you can say ان الست is more sophisticated in the sense of ان هي يعني let's say مثلا رجاله فيرجن 1 والثانيه 1.1 او 1.2، فاهم قصدي؟ فان جنرال في رايي انا البدايه من الست. لو الست بقى عندها this type of empowerment، فهتبقى ان جنرال عندها القدره ان هي تقول لا لحاجات هي مش عايزاها. وكمان لما تيجي تربي، مش هتربي عشان خاطر تطلع مجتمع تاني او جينيريشن تانية فيها الشعور ان الراجل ده ليه حقوق اعلى من الست. وطبعا جزء من الكلام ده برضو للاسف جاي من، في وجهه نظري، فهم الغلط للدين. يعني حتى مفهوم القوامه، مفهوم الحاجات دي دلوقتي الناس ابتدت تتكلم فيها بشكل احسن شويه، بس ان جنرال حتى دايما الناس تبقى متخيله ان القوامه دي معناها عشان انا راجل فانا ليا قوامه. هو الحقيقه القوامه ليها علاقه بالانفاق، وليها علاقه بان انا تسبورت الفيميل. يعني دور، لو احنا بنتكلم بقى on a therapeutic level، دور الماسكلين انرجي ان هو to take care of the feminine energy، to take care اللي هو، والفيمينين انرجي to support الماسكلين. يعني هما الاثنين بيلعبوا ادوار مختلفه، بس الاثنين are very integrated مع بعض، لان كل دور الثاني محتاجه. انما فكره بالظبط كده، انما فكره ان الشخص يبقى حاسس ان هو عشان ربنا خلقني راجل يبقى انا زي الفل، او ان انا ليا افضليه عشان ربنا خلقني راجل، الفكره دي قد تكون ممكن يعني روج ليها من زمان تحت منطلق كتير مجتمعي وديني. انما دلوقتي لما ستيب بتتغير، بس برضو التغيير زي ما قلت لك، اهم حاجه في التغيير ان هو ما يبقاش ان انا بزق الرجاله بعيد، بيكوز اي حاجه انا بزقها انا يعني مش من هنا لهنا يعني. بالظبط. لان برضو حركات الفيمينيزم مش ده يعني وايل في حاجات فيها حقوق للمرأة المفروض انها تاخدها، بس في حاجات بتحس ان هي فيها غضب على الرجاله. هو الحقيقه مش ان انا اتخانق معاه، هو الحقيقه ان انا ابقى فاهمه دوري وفاهمه دوره، بس مش ان انا اتخانق مع بعض يعني. في الفيمينيزم موفمنت بتبقى اللي هو انا جاي ينتقم يا ماما. أيوة. لا انت تنتقمي ولا هو ينهار ولا يعني عايزين نحب بعض. ايوه في الاخر احنا عايزين نعيش مع بعض كده في تكافل وتكامل، والدنيا كلها تبقى هايله. منير نورتني جدا. ثانك يو سو ماتش. والله بجد نورتني، وثانك يو للناس كلها اللي اتفرجت، وامنيه ثانك يو جدا، وكريم، الناس كلها ثانك يو. وبليز
we need to put انا هحط we need to put the link للفيديوز بتاعتك، الشانل بتاعتك بليز. و thank you so much، انت كنت ضيف جميل وهايل جدا. ربنا يخليك، انا اتبسطت قوي ان انا اكون موجود معاكي، وثانك يو للناس اللي تابعت، وان شاء الله يعني نتقابل على خير قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. thank you so much يا منير، ثانك يو ميرسي جدا. ثانك ميرسي، باي باي باي. باي باي باي. بجد يعني ثانك يو سو ماتش منير، وثانك يو للناس كلها اتفرجت النهارده. و اي ثينك الحمد لله يعني في حاجات كتير جدا، لانه لايك اي سيد منير ايده في الموضوع. اوكي، هو بيجي له كلاينت عندها مشاكل ككابل، مشاكل ناس عايزه تشتغل على نفسها. وام جوينت تو بوت، هحط اللينك بتاعت الشانل بتاعته. ام فيري يعني ام شور ان في ناس جدا هتستفيد من الفيديوز ان شاء الله. ميرسي جدا، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من كلام رجاله.